السلام عليكم ورحمة الله، نتمنىكم تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة. الوصفة ديال اليوم عبارة على كلاص كيجي غزال بزاف. أنا متأكدة إلا جربتوه غادي ينال إعجابكم. هكذا لوليداتكم برعوهم في هذا الصهد هذا، وكيتقام بتكلفة اللي ناقصة بزاف على اللي كيتباع على برا. هكذا ممكن ترافقوه للضيوف ديالكم مع الديسير، كيجي غزال. ما عليكم غير تبعوا معايا المكونات وطريقة ديال التحضير. بالنسبة للمكونات عندي 2 علب ديال دانيت بنكهة الكراميل. المهم أنا غنديرو لكم هنا بنكهة ديال الكراميل. كذلك عندي فلون ديال الكراميل، عندي لاموس بنكهة ديال الفاني، وكذلك الكلاص بنكهة ديال الفاني. هذا وكذلك عندي نصف لتر ديال الحليب يكون بارد مزيان. كذلك هاد الباكية ديال لاموس والباكية ديال الكلاص تا هما نكونوا درناهم في المجمد تا هما يكونوا باردين. المهم هاد الإضافات هادو ديال الشكلاط واللوز والبسكوي، بغيتو تضيفوهم ضيفوهم، ما بغيتوش بلاش، ليكم الاختيار. غير هما راه تيعطيو واحد الإضافة اللي زوينة. هو اللوز إلا كنتو غادي تضيفوه من الأحسن حمروه باش كتبقى فيه ديك القرمشة. كذلك هذا ديروا حتى الكركاع إلا بغيتو. ما بغيتوش ديروهم ممكن ديروا غير الشكلاط والبسكوي ولا اللي بغيتو. بالنسبة لهاد الثلاثي هذا كإضافة فقط. المهم خديت طراب كهربائي، درت فيه دوك 2 باكيات ديال لاموس وكذلك ديال البودرة ديال الكلاص مع نص لتر الحليب، كلهم يكونوا باردين مزيان. كنطربهم ولكن ما كنطلعهمش بزاف، كنخليهم غير هكذا كريميين. ما تطلعوش ديك الكريمه بزاف حتى كتطلع، كتبقى هكذا كريميه. من بعد غادي نضيف ليها 2 علب ديال دانيت بنكهه الكراميل. كيف قلت لكم انا هنا اختاريت النكهه ديال الكراميل. نتوما بغيتو ديروا شي نكهه وحده اخرى كتفضلوها ديروها، بحال هكذا ديال الفريز، البنان، الفانيل، اللي بغيتو. غير هكذا بالنكهه ديال الكراميل كيجي غزال بزاف. كذلك غادي نضيف واحد الفلون بنكهه الكراميل، وغادي نخلطهم غير حتى كينسجموا مع بعضياتهم. صافي وتيكون الكلاص ديالنا المرحله الاولى واجد. ومن بعد غادي نضيف ليه كيف قلت لكم اللوز مقطع لقطع صغيره، من الاحسن يكون محمر باش يحافظ على القرمشه ديالو. كذلك الشكلاط مقطع لقطع صغيره، وكذلك اي بسكوي كتفضلوه حتى هو مقطع لقطع صغيره. ممكن ديروا غير البسكوي فقط، ممكن ديروا غير الشكلاط، الكركاع، اللوز، اللي بغيتو. ممكن ما ديروا حتى شي حاجه، على حسب الامكانيات وعلى حسب المتوفر. هانتوما شفتوا القوام ديال هاد الكريمه كيفاش دايره، ما طالعاش بزاف، كتبقى كريميه. صافي هنايا ضفت ديك الكميه ديال اللوز، راه ماشي شي كميه كثيره، غير واحد شويه. وكذلك ضفت الشكلاط، وكذلك غادي نضيف البسكوي. صافي غادي نخلطهم مع بعضياتهم جيدا. غادي ناخذ واحد المول، ولا هكذا. انا غير على حسب التصوير درتو هكذا في المول باش من بعد نزينو بهذيك الطريقه اللي غادي تشوفوا معايا. اما في الغالب راني تناخذ غير بواطه علبه وتنفرغوا فيها صافي، وكنسد عليها وكنحطو في الثلاجه. فين ما تيبغيوه بنياتي تنهز لهم واحد الكميه ونديرها لهم في زليفات. ولكن دابا مع التصوير اختاريت اني نديرو في هذا المول هذا باش يعطيني واحد الشكل دائري هكذا. حتى بالنسبه للضياف ديالكم ملي تيجيو عندكم الضياف كترافقوه مع الديسير، كيجي زوين. صافي هنايا فرغته بهذا الشكل هذا. غادي نحاول نبسطو في هذا المول هذا حتى كياخد الشكل ديالو. ومن بعد غادي راني فرشت الورق ديال الطبخ لتحت، ولا ممكن تفرشوا السلوفان غير هكذا باش تضمنوا انه ما غاديش يلصق. ولكن هو اصلا راه ما غاديش يلصق نهائيا، غير هكذا كتضمني ان الكلاص ديالك ما غاديش يلصق وصافي. هنايا كنحاول نقادو حتى كنلبسو اولا كنقادو على الشكل ديال هذا المول هذا. ومن بعد غادي نغطيه بالسلوفان وغادي ندخلو المجمد ليله كامله، ولا هكذا على الاقل بعدا واحد 6 ديال السوايع حتى كيشد فراسو مزيان. ومن بعد غادي الغد ليه غادي ندوز باش غادي نديمو ليه ونزينو. صافي راه تقريبا تيكون واجد. خصو دابا غير يدار في المجمد. هنا راه الغد ليه خرجته من المجمد. ملي تبغوا تحيدوا له داك الاطار، ديروا له هكذا السشوار من الجناب
راه دغيا كيتفك من المول. هنايا حطيته في صحن عفوًا ديال التقديم، وغادي نزينو بواحد شوية هكذا اللوز محمّر والبسكويت وشكلاط، داك الشي اللي درت من الداخل هو اللي غادي نزيّن به هكذا من الفوق، وكذلك غادي نزينو بواحد الخطوط ديال هكذا الصلصة ديال الكراميل. صافي وتيكون واجد، كيجي غزال، راه ما تشبعوش منه، كيجي زوين بزاف. حتى هاد المكسرات والشكلاط والبسكويت تيزيدوه واحد الإضافة اللي غزالة بزاف. كنتمناه ينال إعجابكم، وأنا متأكدة إلا جربتوه غادي يعجبكم. كيف قلت لكم أنا غير على حسب التصوير أني درته بهذا التقديم هذا، أما في الغالب تنديرو غير في واحد العلبة وتنديرو في المجمد، وكنبقى نهز منه حتى كيسالي وكنعاود نديرو، راه ما تشبعوش منه. وبالأخص حنا في واحد المنطقة اللي سخونة، الصراحة كنتشهاوه. هنايا غادي نحاول أني نقطع معكم واحد الطريف تشوفوا كيفاش داير. هنا راه خليته على برا شوية، داكشي علاش من التحت بدا كيذوب. المهم هو كتكونوا محافظين عليه في المجمد، ماشي في الثلاجة، في المجمد، وفوق تما بغيتوه كتبقاو تهزوا منه. تيجي غزال، تيجي كريمي، حتى ملي كتبداو تاكلوه ما كتبقاوش تذوقوا فيه اولا تلقاو فيه الثلج. كيكون كريمي، واخا تيكون في المجمد كيبقى كريمي، ما كنلقاوش الداخل ديالو فيه الثلج. غير جربوه على ضمانتي، انا متاكده غادي يعجبكم. هذا هو الشكل ديالو، شكل راقي، شكل غزال، غير الشوفة ديالو كتشهي. هذا ما كان. كنقول لكم شكرًا مرة أخرى على المتابعة، شكرًا لكم بزاف، شكرًا للناس اللي تزادوا عندي في القناة، كنقول لكم شكرًا بزاف، ونتمنى عند حسن ظنكم، نكون عند حسن ظنكم. مع السلامة.